صباح الخير على حضراتكم أيها السادة والسادة. عندما نتحدث عن الجيش المصري، واحدا من أقوى جيوش العالم وأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، عندما أتناول مع حضراتكم الحديث عن الجيش المصري وإمكانياته وعتاده وأشياء كثيرة جدا، لكنني أتوقف مع حضراتكم عما قيل عن الجيش المصري، الكلمات المشهودة عن الجيش المصري. وهذه الكلمات حسب التاريخ عرضتها في كتابي هذا عن الجيش المصري ما بين الإعجاز العسكري والإنجاز التنموي، وهذا الكتاب الذي صدر بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر. أيها السادة والسادة، يعني الكثير من الكلمات والأقوال المأثورة والشهادات العديدة التي تنصف الجيش المصري في العديد من المراحل وعبر العصور، وأنا على سبيل المثال ممن سعوا إلى توثيق كل تلك الأقوال التي قيلت عن الجيش المصري وعن الجند المصري وبراعته. وإن كان هناك بعض الأقوال التي نسبت إلى هتلر على سبيل المثال، التي يمجد فيها الجند المصري وإمكانياته وما يتمتع بها من صفات، لكنني يعني لم أستوثق من هذه المعلومة تحديدا. أتوقف مع حضراتكم في هذه الحلقة عن الجيش المصري وما قيل عنه، وأبتدئها بالآتي. أولا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال بأنه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم القيامة. نابليون بونابرت يقول: لو كان عندي نصف هذا الجيش المصري لغزوت العالم. أما نابليون الثالث بعد حرب المكسيك فقال: قبل أن تصل الكتيبة المصرية إلى المكسيك لم نحظى بانتصار واحد، وبعد أن وصلت لم نمنع بهزيمة واحدة. أما المارشال فوري القائد العام للحملة الفرنسية في المكسيك فقال: إنني لم أرى في حياتي مطلقا قتالا نشب بين سكون عميق وفي حماسة تضارع حماستهم، فقد كانت أعينهم وحدها هي التي تتكلم، وكانت جرأتهم تذهل العقول وتحير الألباب، حتى لكأنهم ما كانوا جنودا بل أسود. كلود بي الطبيب الفرنسي الشهير تحدث عن الجيش المصري وقال: ربما يعد المصريين أصلح الأمم لأن يكونوا من خيرة الجنود، لأنهم يمتازون بقوة الأجسام وتناسق الأعضاء والقناعة والقدرة على العمل واحتمال المشقة، ومن أخص صفاتهم العسكرية الامتثال للأوامر والشجاعة والثبات عند الخطر والتذرع بالصبر في مواجهة الخطوب والمحن والإقدام على المخاطرة والاتجاه إلى خط النار وتوسط ميادين القتال بلا وجل ولا تردد. أما المارشال الفرنسي مارمو فقال بأن المدفعية المصرية جامعة حقا لشروط الكفاءة وتضارع مدفعيات الجيوش الأجنبية. أما اللورد كيتشنر بعد انتصاره في جنوب أفريقيا فيقول: ما أكثر المآزق الحرجة التي وجدت فيها نفسي في القتال، ولكنني كثيرا ما فكرت وأنا في هذا المأزق في شجعان المصريين وتمنيت أن يكونوا في جانبي. أما الإسرائيلي يهودا شيجف، ده رئيس عرفاء وضباط تتبع للمفقودين، بيقول أنه عندما بدأت حرب أكتوبر كان في إيلات، ثم انتقلت إلى منطقة مضايق الجدي ومتلة في وسط سيناء، وبعد 24 ساعة من القتال اتضح لمتخذ القرار أن هناك خسائر فادحة ومعظم الضحايا من الضباط. لما بنتكلم عن الجيش المصري أيها السادة والسادة وعبقرية الجيش المصري وإمكانيات الجيش المصري، نتحدث عن أهم ما ميز هذا الجيش المصري في حرب أكتوبر وفي حروبه دائما، وهو الجندي المصري المقاتل المصري الفرد المصري الذي انتقل من مرحلة إلى أخرى، انتقل من نكسة وانكسار في 67 إلى فخار وعزيمة وقتال في 73. فتجد الجنرال أندري بوفر، ده رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الفرنسية، بيقول إيه؟ بيقول: وعلى ضفاف القناة ساعدت القائد وقابلت هناك عقيد يبحث يائسا عن ابنه الذي كان داخل دبابة وسقطت في المياه. تجولت مع الأب لمدة 48 ساعة ولم أستطع مساعدته، وقابلت كثيرا من الرجال المذهولين، ورأيت قادة بوجوه هزيلة وجنود قد فقدوا أبصارهم. أما عاموس ملخا، ده مساعد إسرائيلي، بيتكلم أنه عندما خرجت من الخندق بعد ظهر يوم الأحد 7 من أكتوبر وجدت طابور من جثث القتلى، فسرعت للدخول وورائي قائد الكتيبة اسمه ليفدوت. وعندما كنت في جبل جنيفة ثم تم قتل ضابط الإنذار الذي كان يعمل معي وإصابة شرومه، ده بيأكد على براعة المقاتل المصري. أما العميد اسمه تاكانير، ده قائد كتيبة إسرائيلية، فبيقول: انتقلت مع قواتي إلى منطقة المزرعة الصينية. بيقول إيه بقى؟
كان الشعور الذي يساورنا مريرا للغاية، حيث كنت في عمق المنطقة ولا توجد إلا دبابتي ونفذت الذخيرة، ونجحت في التقهقر والهروب ده خوفا وذعرا من المقاتل المصري. موشي عفري سوكفيك ده قائد سرية إسرائيلية بيتكلم على أن إسرائيل تخوض حرب لم تحارب مثلها من قبل. بيتحدث عن حرب أكتوبر وصعوبة هذه الحرب، أنها حرب ثقيلة بأيامها وثقيلة بدمائها أيضا. يعقوب عميدور ده ضابط مخابرات إسرائيلي بيقول: وبدأنا المعركة وتفرقت الكتيبة وأصحابها أزواجا وفرادى، وتقلص عدد الدبابات بدرجة كبيرة، حيث أن الكتيبة التي ذهبت للحرب ترافقها 44 دبابة، لم يبقى منها إلا 14 دبابة. بيتكلم على أن حرب أكتوبر أكبر وأخطر حرب شاركت فيها، والجندي المصري بالفعل أقوى جنود الأرض، هكذا قال. أما الجنرال الإسرائيلي ميتيا هوبلد ده بيتكلم بيقول: من الواضح حتى الآن أن الجندي المصري يظهر روحا قتالية، وأنه لم يفقد إرادته على مواصلة القتال. هذا ما تحدثوا عنه عن حرب أكتوبر. أما موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق فكان يتكلم في ديلي تيليجراف، بيتكلم في 14 أكتوبر 73، بيقول إن حرب الشرق الأوسط حطمت أسطورة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكن مقاومته، وأن الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 67 تشكل ضمانا لأمنها. وقال أيضا: أخذ المصريون زمام المبادرة واستطاعوا أن يلحقوا أفدح الخسائر بالجيش الإسرائيلي. ده موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق. بيتكلم أيضا ريل شارون، بيتكلم بيقول: لقد برهن المصريون على مقدرة جنودهم على القتال، وقدرة ضباطهم على القيادة، وقدرتهم على استخدام أحدث الأسلحة. أما شلومو بنائي ده قائد سرية المدرعات، فاتكلم على انه يعني اصيب في الكتيبه الخاصه به اكثر من 300، وتفوق الجيش المصري في الروح القتاليه. فبيقول: فقد رايت جنود مصريين قفزت علينا من كل جانب، فاصبت بالخوف الشديد، وهرب الكثير من الجنود والقاده الاسرائيليين من اول يوم في الحرب. اما وزير الدفاع الامريكي في 19 مارس 74 ان عبور القوات المصريه لقناه السويس في مواجهه التفوق الاسرائيلي في القوى الجويه يعتبر علامه بارزه في الحرب الحديثه. الجنرال شموئيل جونين ده قائد جبهة سيناء بيقول: كان الجند المصري يتقدم في موجات تلو موجات، وكنا نطلق عليها النار وهو يتقدم ويحيل ما حوله إلى جحيم ويظل يتقدم. كان لون القناة قانيا بلون الدم، ورغم ذلك أيضا ظل هذا الجندي المصري يتقدم. الجنرال ياشعياهو جافيتش ده قائد مسرح عمليات في سيناء بيقول ان ده كان في جولة 67 ان العرب حققوا اهدافهم في حرب يوم الغفران. هو بيتكلم عن حرب اكتوبر، واثبتوا للجميع قدرتهم على خوض القتال بالشجاعة واقتحام اقوى الموانع مع قيادة قوات كبيرة في تنسيق وتخطيط استراتيجي من خلال تعاون سياسي دقيق. اما جريده التايمز البريطانيه في اتكلمت عن 6 اكتوبر، قالت ان العرب حققوا الانتصار وبرهنوا على ان قواتهم تستطيع ان تقاتل وتستخدم الاسلحه المعقده بنجاح كبير، كما ان القاده العرب اثبتوا انهم يقودون ببراعه. مجله دير شبيجل الالمانيه بتقول إن الجنود المصريين تمكنوا من عبور القناة ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة خلال 50 دقيقة، رغم أن الخطة قدرت ذلك ب3 ساعات كاملة. جريدة اللوموند الفرنسية اتكلمت وقالت إن عملية العبور التي قامت بها القوات المصرية في قناة السويس ومواجهة القوات الإسرائيلية عالية التفوق وتطور وعلامة مميزة في الحرب الحديثة، وستغير من الاستراتيجيات العسكرية. ما رأيت بعيني وبحق شيء مذهل قام به الجنود المصريين. ده مراسل جريدة اللوموند الفرنسية. في رسالة من ضابط إسرائيلي اسمه أموس أرسلها لزوجته في 18 أكتوبر 73، بيتكلم فيها: إذا كانت قد كتبت لي النجاة في تلك الليلة فإن ما حدث كان معجزة، ذلك أن القذائف المصرية لم تكف عن تدمير تجمعاتنا ومواقعنا طوال الليل. أما جريدة الواشنطن نيو ستار الأمريكية قالت في 19 أكتوبر 73 إن إسرائيل لا تستطيع من الناحية الاقتصادية أن تشترك في حرب على المستوى الحالي لأكثر من 30 يوما. أما إفراهام بيرن ده مسؤول بالجيش الإسرائيلي بيقول: ازداد التفوق المصري بشكل كبير حتى شعرنا أن الجيش المصري سيهضمنا. وفي 24 من أكتوبر أمرني بيرن بضرب حقول البترول، ولكن الجيش المصري منعنا من ذلك.
واحد اسمه إيرن كيرن، ده قائد كتيبة إسرائيلية، بيقول كانت الصورة التي ترسم أمام عيني أن دولة إسرائيل سوف تدمر، وكان الوضع سيء جدا وفقدت أصدقاء في الحرب. أما موشي يعلون، ده رئيس أو رقيب احتياط بلواء مظلات إسرائيلي، بيقول كان الخوف الكبير الذي يراودني هو أن يحولوني إلى ضابط مدرعات بعد الحرب، لأن المدرعات التي خسرناها كانت فادحة وفوق التصور. اما جابي اشكنازي، ده احد افراد سريه اسرائيليه، بيقول ان امتاز الجندي المصري بالقدره الفائقه والاداء العالي الذي مكنه من اقتحام خط بارليف وعبور القناه في وقت قياسي. اما اسحيل باشوت، ده احد جنود العمليات الخاصه الاسرائيليه، فبيقول لقد برهن الجيش المصري على انه افضل تدريبا واحسن تشكيلا واستعدادا واشد جلدا وافضل عددا. اما صحيفه التايمز الامريكيه فقالت ان التكنولوجيا المصريه قد جعلت العصر الذي كانت الدبابات والطائرات تسود فيه ميدان القتال يذهب في ذمه التاريخ. مجله الايكونومست البريطانيه، لما كان في عالم ذره امريكي اسمه هارود براون، ده زار منطقه القناه، فقال سوف ندخل في مرحله بحوث وتطوير لجميع الاسلحه الامريكيه لا تقل عن 10 سنوات في جميع الصناعات العسكريه في العالم، حتى يتم تطوير الاسلحه التي دمرها الجندي المصري. أيها السادة والسادة، دراسة قامت بها وزارة الدفاع البريطانية قالت فيها إن الجيش المصري قاتل بعناد وحماسة، وكانت القيادة على مستوى كتائب المشاة والدبابات على مستوى مرتفع، كما كانت القيادة العربية العامة تتسم بالفطنة والذكاء. ايضا يعني جريده الجارديان قالت ان حرب اكتوبر قد تركت اسرائيل في حاله ذهول من الصدمه، وجريده البروفادا السوفيتيه قالت نفس الكلام، ودور ميدلتون ده خبير امريكي في شؤون الشرق الاوسط قال بنفس المعنى، ريمون ارون عالم اجتماع صهيوني فرنسي قال بنفس الفكره، البير باجاتير ده نائب مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيه قال برضو اريد ان ابدي اعجابي الشديد بالعمل الذي انجزته القوات المسلحه المصريه. يعقوب إيفين ده كاتب إسرائيلي قال لقد كان الليل طويلا وثقيلا. البارون يول كونت قال ان المصريين هم خير من رايت من الجنود، فهم يجمعون بين النشاط والقناعه والجلد والصبر على المتاعب. ايضا يعني هذه اقوال غربيين تحدثوا عن الجيش المصري. اما صاحب قرار العبور الرئيس محمد أنور السادات فقد قال إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم الشعب عندما كان في مجلس الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، وأن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية السادس من أكتوبر 73. أيها السادة والسادة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له أيضا العديد من الكلمات، منها أنه قال بأن الجيش المصري ده أسطورة وطنية، وقال أيضا أن الجيش المصري الجيش المخلص الجيش الشريف جيش مصر قادر على أن يفعل المستحيل بجد. قال أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقة الخاصة بين الجيش المصري والشعب المصري علاقة تحسد عليها مصر. العلاقة الخاصة هي الحب الحقيقي والثقة الكبيرة الموجودة بين الشعب المصري والجيش المصري. هناك دول كثير تتساءل لماذا هذا البلد هكذا، وما هي العلاقة الغريبة بين المصريين وجيشهم وشعبهم. وقال السيد الرئيس أيضا يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش المصري مع شعب مصر العظيم. وختاما قال بأنه لن تقوم مصر إلا بأبنائها، وأن جيش مصر العظيم المخلص الأمين الحريص جدا على بلده ووطنه وترابه، وكمان على ناسه على المصريين أيضا. الحفاظ على مقدرات البلد هي أمانة في أعناق الجندي المصري أيا كان موقعه على حدودنا أو داخل الجبهات المختلفة. ودوما عندما نقول بأن القدرات المصرية العسكرية التي تنامت خلال السنوات الماضية وعلى مدار أكثر من 10 سنوات الماضية كان هناك استخدام للرافال والمسترال والغواصات والعديد من التسليح وتنويع مصادر السلاح المختلفة. لم نعد يعني نعتمد على جهة دون الأخرى، شرقية غربية أوروبية، كل ما يعنينا هو أن يكون شعارنا وأعدوا لهم ما استطعتم، لأن الظرف الحالي والوضع الحالي يؤكد على أن البقاء للقوة، وإن زي ما سيادة الرئيس قال إن العفي محدش يقدر عليه. نحن نقف مع الجيش المصري، نقدر يعني ما يقوم به، ونحن إن شاء الله قادرون بقياداتنا وشعبنا وجيشنا على الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والحفاظ على ترابه. دمتم بخير وإلى اللقاء.